ينفع الكلام ده كده؟ شكرا ليك. هتعرف بيك. ممدوح عبد الخالق، حركة مصر وبس. أولا احنا بنستنكر كل الأحداث التي تحدث في بورما. ده حركه مصريه. حركة مصرية كبيرة بتضم أكتر من 1000 عضو، والحمد لله كلنا موجودين النهاردة عشان خاطر نشوف الدنيا هتمشي ازاي، وبندعو كل شعوب العالم للتحرك فورا لوقف هذه الأعمال القذرة التي تقوم فيها الحكومة في الحكومة البورمية بمجازر وحشية وانتهاكات لحرمات النساء وانتهاكات لحرمات بيوتهم وطردهم من منازلهم وحرق الأطفال. ماذا بعد ذلك؟ أنا كإنسان مسلم أو كأي ديانة في العالم، أي ديانة في العالم سواء يهودية مسيحية إسلامية، من يقبل بذلك؟ ولما السكوت على ذلك؟ ماذا شايف المفروض التحرك يكون ازاي او رد الفعل يكون ازاي؟ يجب أن يكون تحرك عسكري من جميع دول العالم الإسلامي لوقف هذه المذابح. أنت منتظر إيه؟ حرق وذبح وقتل وانتهاكات، وتقول لي أنا لسه هنتظر المجتمع الدولي يفرض عقوبات؟ بعد إيه؟ بعد أكتر من 8 مليون اتحرقوا وماتوا والعالم في صمت. شكرا ليك.